السلام عليكم، ازيكم ويا رب تكونوا بخير. النهارده حابب اتكلم عن تجربه اكتشفت منها حاجه اخرتني وعطلتني ووقفتني، منعتني من ان انا اوصل لحاجات كتير قوي في حياتي، وخسرت بسببها كتير جدا جدا. والحاجه دي انا بعدي بيها وانتوا بتعدوا بيها. مفيش حد في العالم ما بيعديش بيها. وفكره ان انا ما كنتش عارف اتعامل معاها ازاي وما كنتش عارف اسميها اخرني كتير جدا يعني. حابب ان انا اشارك معاكم الفكره دي. والنهارده هاكلمكم عن الخوف. ايه الخوف اللي انا بتكلم عنه؟ ايه نوع الخوف اللي انا بتكلم عنه؟ نوع الخوف اللي انا بتكلم عنه اللي هو مثلا انت ممكن تكون شغال شغلانه، وفي الشغل بتاعك ده انت عارف وانا عارف ان انت اكتر واحد بتشتغل واكتر واحد بتعمل اللي عليك وشغال بضمير جدا في الشغل، وممكن تكون اقل واحد بتاخد مرتب، بس تخاف ان انت تتكلم مع مديرك ان انت عايز زياده، فتضطر ان انت تقبل بالفلوس القليله. ان انت تكون شغال في مكان وخايف ان انت تسيب المكان عشان ممكن تكون المكان اللي انت رايحه اوحش من المكان اللي انت كنت فيه، مع ان انت ممكن تكون كنت عامل اللي عليك تماما في الحته اللي انت كنت فيها. يعني حد مثلا حواليك من صحابك معارفك بيعمل حاجه بتضايقك وانت خايف تتكلم معاه عشان الشخص ده ممكن يزعل منك، ففي الاخر انت الموضوع بيخلص بان انت اللي زعلان وان انت اللي خسران. يعني انا اكتشفت ان انا كل مره كنت بسيب الخوف هو اللي يمنعني من ان انا اتكلم او ان انا اعمل حاجه انا عاوزها، كنت انا اللي بطلع في الاخر خسران. انا خدت بالي ان انا كل يوم كان بيجي لي فرص، ومش انا بس، كلنا يعني اي حد كل يوم حرفيا بيجي له فرص ما بيستغلهاش عشان خاطر هو خايف. دايما الخوف بيبقى عائق بيني وبين اللي جاي. خوفي من تجربه مثلا سابقه انا مريت بيها اتأذيت فيها ايا كانت التجربه دي تجربه في ايه بالظبط، فانا خايف من اللي جاي. طب ما ممكن يكون اللي جاي خير، وهو دايما اللي جاي بيكون خير، يعني دايما بيكون اللي جاي احسن من اللي فات، لان انت اللي فات انت اتعلمت فيه. واللي اكتشفته كمان ان خوفي بيخليني اخسر هويتي، اخسر نفسي. ما هو انا ببقى خايف مثلا اجرب حاجه جديده، فبضطر ان انا استحمل حاجه انا مش حاببها عشان خاطر انا مش عايز اجرب حاجه جديده. انا خايف اسيب الشغل واجرب شغلانه جديده، فبضطر ان انا افضل شغلانه انا مش حاببها عشان خايف اجرب حاجه جديده او خايف من الريسك ده. غير ان انت يعني اللي انا اكتشفته بقى ان انا لو انا خايف اتكلم هو مش هيخاف ياخد اكشن عليا، هتاكل في حقي، هتاكل في شغلي، الناس هتاكلك يعني لحم وهيرموك عظم، ده لو بقى عظم. يعني من اكتر الامثله اللي غلط اللي هو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. لا، طول ما انت عملت اللي عليك في اللي تعرفه، اللي ما تعرفوش هيكون احسن. اللي تخاف منه مفيش احسن منه. ده بجد انا بقيت ببص لها كده، خايف لا هجرب. طول ما انا سبب خوفي ده من ناس حواليا او من نظرات ناس حواليا واللي انا بعمله ده مش حرام، لا وهجرب. ولو ما ظبطتش معايا تظبط المره الجايه، ولو ما ظبطتش معايا المره الجايه والمره الجايه والمره اللي بعدها، خلاص انا اتعلمت. جرب حاجه جديده عادي. مخك ومخك دايما في سيت اب كده ان انت بيحبك لدرجه ان هو بيخاف عليك، فبيجيب لك اوحش سيناريو ممكن يحصل. انت عايز تبدا مثلا تتعلم حاجه جديده، فتدخل تتفرج مثلا على فيديوهات ناس بتتكلم عنها وتشوف ناس عملتها ازاي، فمخك بقى يبدا يجيب لك افكار. ده الموضوع صعب، اعمله ازاي؟ ده شكله هياخد وقت طويل قوي. ما تخليك في اللي انت عارفه. ليه عايز تجرب حاجه جديده؟ طب افرض فشلت، طب افرض الناس اتكلمت، ده الناس هتضحك عليك، ده اصحابك هيعملوا، ده اهلك مش عارف ايه، ويفضل يجيب لك سيناريوهات بشعه. يعني حتى لو انت وصلت لاخر الوحاشه الموضوع مش هيحصل بالبشاعه دي. وبتنسى دايما ان ربنا رحمته واسعه قوي. يعني حتى لو الموضوع كان بشع، رحمه ربنا هتطلعك كسبان منه وهتطلعك متعلم حاجه منه. ولو حد مر بتجربه ان هو قدر يكسر حاجز خوف عنده في حاجه معينه والموضوع فرق معاه فعلا، يا ريت يشاركنا معاه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.